الكل بيعملها بطرق مختلفة بس الطريقة دي مميزة. هاتي كوباية برغل واغسليها وصفيها، وهاتي بصلاية كبيرة كده ابشريها وصفيها من ميتها. تمام كده، حطها على البرغل وحط بقدونس، واحط بهارات لحمة وبابريكا وملح وفلفل. ابتدي ادعك البرغل مع المكونات دي كلها لحد ما تختلط بالشكل ده كده. تمام، احط اللحمة بقى وكيس بيكنج باودر، واحط خلطة الكفتة من الكنور، وابتدي برضو اعجن الكفتة بقى. هنا تعجن الكفتة كويس جدا لحد ما تسمغ وتطلع خيوط. تمام كده، اللي ناس اللايك يحط اللايك واشترك في القناة وفعل الجرس. شايفين الكفتة بعد ما اتعجنت؟ ما بتقدريش تعجني بايديكي، ممكن تحطيها في الكبة بس الافضل بايدك. هجيب بقى الصينية بتاعتي كده واحط فيها كده افرش طماطم وفلفل وقطعة توم وملح وفلفل بس كفاية، لان الكفتة فيها كل البهارات. وابتدي بقى اقلب كده الفرشة بتاعتنا كده، طعمها بتبقى حلو وبتدي الكفتة ريحة حلوة قوي. جبت مية البصل وحطيت عليها معلقة صلصة، وبرضو هتبل بملح وفلفل بس، واحط معلقة سمنة بالشكل ده كده او زبدة. وابتدي بقى اصبع الكفتة عندي كده ظهر معلقة كده، او على ظهر شوكة، اي حاجة عندك او مسن. لو بليتي ايدك وعرفتي تصبعي الكفتة كان بها، ما قدرتيش ممكن تصبعي الكفتة بعد كده ندهنها بمية البصل والصلصة عشان تديها لون حلو. تمام كده، ونبتدي بقى نعمل كل الكفتة بتاعتنا بالشكل ده كده. الاول بكور الكفتة، وبعدين اهو بروح مصبعاها على الايد بتاعة المعلقة. تمام كده، وابتدي كده اعمل لها اشكال كده بايديا. شايفين شكلها؟ مش قادرة اقول لكم ريحتها تحفة. في الاثناء دي انا اكون مولعة الفرن ويكون ساخن، او بوريكم ممكن تدهنيها بعد ما تخلصي. تمام كده، هنخلص بقى كل الكمية بتاعتنا كده بالشكل ده كده. وابتدي بقى المية اللي فضلت ادهنها بيها عشان تديها ريحة ولون. تمام كده، ممكن بقى تغطيها وتحطيها بقى في الفرن على الشبكة، وتسيبيها بقى تستوي، ما بتاخدش كتير في الفرن. يا رب النهارده الفيديو يكون عجبكم. اعملوا لايك للفيديو وكومنت حلو منكم، واسيبكم في رعاية الله اغلى واحلى متابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين منظر الكفتة؟ وتلاقوها بقى مفرغة كده من جوه. شايفين؟ تحفة بجد.